إعلان عشرة الأسامي بتاع استاد الأهلي الجديد نزل بردا وسلاما على قلوب الأهلاوية. إيه الحلاوة دي؟ أغنية ويجز حلوة قوي. وجود نجوم كتير للأهلي الناس بتحبها زي سيد عبد الحفيظ وعلي معلول وجilberto. وفكرة الإعلان كمان حلوة قوي، لكن كله كوم ووجود أبو تريكة في الإعلان كوم تاني خالص. مش قادر أوصف لكم فرحة الأهلاوية، والتعليقات على الإعلان تحس إن الناس روحها رجعت لها. بجد شكرا محمد كامل، شكرا القلعة الحمراء. كل يوم بتسعدوا الأهلاوية وبترسموا بسمة جميلة على وشوشنا. الإقبال التاريخي كمان على أحجار الخلود بيثبت ويؤكد على قيمة الأهلي وعشق جماهيره للكيان. رغم ارتفاع الأسعار اللي وصل ل2.5 مليون للحجر الواحد، إلا إن الإقبال تاريخي من جوه مصر ومن بره مصر، والأهلاوية من كل مكان في العالم عايزين يشاركوا في بنى الاستاد. ربنا يكملها لنا على خير إن شاء الله. كان يوم جميل بصراحة قوي امبارح. ابتدى بسيد عبد الحفيظ وبودكاست مع أشرف بن شرقي، وبعدين التيفو بتاع عيزة الوزان في وسط جمهور الأهلي، وختمت بإعلان عشرة الأسامي. لكن للأسف وسط الفرحة لازم يطلع لك هادم الملذات ومفرق الجماعات. أصل احنا بعيد عنكم عندنا منافس، وآسف على كلمة منافس، بس أي اسم تاني هقوله عليهم هيبقى تنمر أو سب علني. المهم، المنافس ما بيعرفش يتفرج وهو ساكت، لازم ينظر ويرخم ويبوخ ويبخ علينا غل وحقده. ساعات بيصعبوا عليا وبعذرهم، ساعات بتخيل نفسي مكانهم. نديم منتن ومعفن ومش لاقي ياكل وغرقان في الديون، وترتيبه التالت للعام التالت، واحنا كل يوم حفلة وكل يوم انجاز. لكن اللي مش عاذرهم فيه ابدا هو كمية الغل والحقد اللي عندهم على ابو تريكة. اكتشفت ان ال13 جول اللي جايبهم فيهم ابو تريكة معلمين جامد قوي، وسايبين جرح عميق الزمن ما ضيعش اثاره. ابو تريكة اعتزل من 12 سنة ولسه حارقهم وتعبهم. بس لما تفكر فيها برضو هم معذورين شوية. انت نجمك اللي عامل الاعلان ابو تريكة، عم الناس، امير القلوب، راجل بمعنى الكلمة، لعيب ولا كلمة، انسان محترم ومهذب يعرف ربنا، نموذج للقدوة الحسنة. وهم يا عيني عندهم مداميدو، كومباكت فضايح متحرك، كارثة تمشي على الأرض، كوكتيه مساوئ على ساقين. انت عندك بيبو، وهم يا عيني مش عارفين عندهم مين، هل هو لبليبو ولا بابا ممدوح. فطبيعي يحقدوا علينا ويهاجموا إرهاب القلوب. وبعدين يا جدعان، الناس دي بتكره وبتشتم الخطيب اللي عمره ما أساء لأي حد منهم قبل كده، ولا عمره أساء لأي حد من أساسه. الراجل ده الأخلاق بتتعلم منه، مش عايزينهم يشتموا أبو تريكة. ده غير ان هم بقى لما شافوا الاستاد ابتدى يتحفر بجد، والشغل ابتدى بجد، وهم يا عيني قاعدين متكربسين 120 ألف فوق بعض في 100 عقبة، لما كل عقبة ورمت من ضغط العقبة اللي جنبها عليها. فبصراحة أنا شايف إن ردود أفعالهم طبيعية، وربنا يا رب يحمينا من عينيهم، لأن الحرمان وحش وعينيهم تفلق الحجر. ناس ما عندهاش دم.